بيبدأ الفيلم مع سواق اسمه سونج جي هون، حظه وحش في الدنيا ومطلق وعلاقته ببنته مقطوعة وغرقان في ديون لناس خطيرة، ووصل بيه الحال إنه يسرق من والدته بسبب إدمانه للقمار. وفي أسوأ فترة في حياته بيقابله شخص غريب بيتحداه يلعب معاه لعبة داججي بسيطة مقابل فلوس. الراجل ده بيعرف يثير فضول جي هون وبيعرض عليه فرصة يكسب فلوس أكتر بكتير لو لعب ألعاب تانية مخاطرها أعلى. من شدة يأسه جي هون بيوافق، وده بيخليه يتخدر ويفوق يلاقي نفسه في مكان واسع وضخم مع 455 شخص تانيين. المجموعة الكبيرة دي من الناس الغريبة لابسين ترنجات خضرة، وكل واحد فيهم بيتعرف برقم خاص بيه، وجي هون بياخد رقم 456. جي هون واللاعبين اللي معاه بيكتشفوا إنهم محبوسين في مكان مجهول، بيحرسوا حراس لابسين ماسكات وأفرولات لونها بامبي، وإنهم هيتنافسوا في 6 ألعاب على مدار 6 أيام عشان ياخدوا فرصة الفوز بمليارات الوون. وبينما اللاعبين بيستعدوا لأول لعبة، جي هون بيكتشف إن صديق طفولته تشو سانج وو هو كمان لاعب معاه واخد رقم 218 ومشارك في الألعاب. الاتنين بيصاحبوا اللاعب العجوز رقم 1 إيل نام، وبيتفقوا كلهم يساعدوا بعض في الألعاب اللي جاية. جي هون بيتعرف كمان على اللاعبة رقم 67 كانج ساي بيوك اللي لسه من فترة قريبة نشلته وسرقت آخر فلوس كانت معاه. بعدها بيتم توجيه اللاعبين لأول لعبة من ال6 ألعاب، واللي بيشرف عليها شخص غامض لابس قناع اسمه الرجل الأمامي. اللعبة بسيطة وهي نور أحمر نور أخضر، وقواعدها إنك تجري من أول الملعب لآخره قبل ما الوقت يخلص، وتبدأ جري لما عروسة ميكانيكية ضخمة تقول نور أخضر، وتقف مكانك لما تقول نور أحمر. اللعبة دي بتتحول للعبة مميتة لما أول لاعب بيكسر القواعد بيتقتل بالرصاص. ده بيخض كل اللاعبين التانيين وبيخلي كتير منهم يرتبكوا ويحاولوا يهربوا، وده بيؤدي لمجزرة شاملة بتنتهي بموت أكتر من نص المتسابقين. جي هون وحلفائه المرعوبين بينجوا من اللعبة الأولى وهم دلوقتي فاهمين تماما حجم الخطر المميت اللي مستنيهم، ومع موت كل لاعب فلوس أكتر بتنضاف للجائزة الكبرى. المتسابقين بيعملوا تصويت بالأغلبية عشان ينهوا الألعاب، والحراس بيسيبوا كل واحد يرجع بيته ومحدش بياخد أي فلوس. جي هون بيحاول يبلغ الشرطة باللي حصل له، بس محدش بيصدق كلامه الغريب. محدش صدقه إلا المحقق هوانج جون هو اللي أخوه كان اختفى قبل كده بعد ما جات له دعوة للعبة شبه دي. على الرغم من المخاطر المرعبة للعبة، جي هون ومعظم اللاعبين التانيين بيستوعبوا إن الفوز بالجائزة الكبرى الضخمة هو الحل الوحيد لمشاكل حياتهم، وبيختاروا بمزاجهم يرجعوا للعبة تاني. سانج وو كان على وشك يتقبض عليه بتهمة النصب المالي، والراجل العجوز إيل نام كان عايز يموت بشجاعة بدل ما يموت بسبب صحته اللي بتتدهور، وساي تيوك كانت عايزة تساعد أهلها يهربوا من كوريا الشمالية. المحقق جون هو بيتسلل للألعاب سرا وهو عامل نفسه حارس، وبيكتشف إن المسابقة بتتلعب في جزيرة بعيدة. وهو بيراقب الحراس من ورا الكواليس بيكتشف إنهم بيتاجروا في أعضاء اللاعبين اللي ماتوا وبيبيعوها في السوق السوداء. جون هو بيكتشف كمان إن الألعاب المميتة دي بتتلعب من أكتر من 30 سنة، وإن أخوه إن هو على الرغم من اختفائه المستمر كان في الحقيقة فايز سابق في الألعاب. ولما بيوصل شخصيات مهمة أجانب الجزيرة عشان يراهنوا على الألعاب، جون هو بيهاجم واحد منهم سرا وبيسجل اعتراف بكل الأنشطة المميتة والغير قانونية اللي بتحصل في الجزيرة. وبينما جون هو بيهرب بالأدلة، بيمسكوا الرجل الأمامي اللي بيشيل قناعه ويكشف إنه في الحقيقة هو أخوه. إن هو بيحاول يجند أخوه عشان يساعده في الإشراف على الألعاب، لكن جون هو المصدوم والحاسس بالخيانة بيرفض، وده بيخلي إن هو يضرب عليه نار فيقع من على حافة الجرف في المحيط. نرجع تاني للألعاب. جي هون وسانج وو وإيل نام بيكونوا مستعدين أكتر للمخاطر اللي جاية، وبيتحالفوا مع ساي بيوك واللاعب رقم 199 علي، وهو مهاجر باكستاني واجه عنصرية شديدة في حياته العادية. اللعبة التانية بتطلب من كل لاعب يختار شكل من بين دايرة أو نجمة أو مثلث أو شمسية، وبعد ما بيختاروا بيتجبروا إنهم يقصوا الشكل اللي اختاروه من بسكوتة هشة. لسوء الحظ جي هون بيختار لنفسه شكل الشمسية، وده أصعب شكل فيهم بفارق كبير. على الرغم من كده جي هون بينجح في المهمة هو وكل حلفائه. بعد اللعبة التانية، اللاعب الشرير رقم 101 دوكسو بيقتل لاعب تاني بعد ما اعتمموا انه اكل اكتر من حصته في الاكل. الحراس مش بيتدخلوا خالص، والنتيجة الوحيدة بتكون ان فلوس اكتر بتنضاف للجائزة الكبرى. وبكده دوكسو بيستوعب انه ممكن ببساطة يقتل باقي المتسابقين عشان يسهل على نفسه الفوز في الالعاب، فبيعمل تحالف من اللاعبين اللي بيفكروا زيه، ومنهم اللاعبة رقم 212 مينيو،
وبيعملوا شغب. جي هون واصحابه الجداد بيتحدوا مع بعض عشان ينجوا من الليلة المميتة دي، وبيوصلوا للعبة الثالثة واللي كانت لعبة شد الحبل، وبتجبر اللاعبين انهم يعملوا فرق من 10 افراد عشان يواجهوا بعض. دوكسو بيخون حليفته المخلصة مينيو وبيسيبها عشان يعمل فريق كله من الرجالة الأقوياء بس. مينيو بتنضم لفريق جي هون وحلفائه، وعلى الرغم من ان فريقهم شكله اضعف، الراجل العجوز إيل نام بيساعد حلفائه يكسبوا الماتش بتاعهم بتطبيق احسن استراتيجية. اللعبة الرابعة بتبدأ واللاعبين مجبورين يختاروا شريك ليهم. جي هون بيختار إيل نام كشريك ليه، في حين ان سانج وو بيختار علي. للأسف بعدها كل اللاعبين بياخدوا كيس مليان بلي، وبيتقال لهم عشان تكسبوا اللعبة لازم بطريقة ما تاخدوا كل البلي اللي مع شريككم قبل ما الوقت يخلق، واللي بيخسر بيموت. كل حلفاء جي هون بينهاروا لما بيعرفوا انهم مجبورين دلوقتي ينافسوا بعض، وبينما ساي بيوك مصدومة نفسيا لانها مضطرة تحكم على حد بالموت عشان تكسب اللعبة، سانج وو ببرود بيخدع صاحبه علي عشان ياخد منه البلي بتاعه. في نفس الوقت جي هون بيستغل حالة الخرف اللي عند إيل نام عشان يخدعه ويكسب البلي بتاعه. ولما الوقت بيخلص وبيتم إعلان فوز جي هون، إيل نام بيعترف له إنه سابه يكسب لأنهم جنبه، يعني أصدقاء موثوقين. وبكده جي هون بيسيب اللعبة وهو متدمر نفسيا بسبب أفعاله وموت إيل نام. مع بداية اللعبة اللي بعدها بيفضل 16 لاعب بس، منهم جي هون وسانج وو وساي بيوك ودوكسو ومينيو. اللعبة اللي بعدها هي الكوبري الزجاجي، وفيها المتسابقين لازم يعدوا كوبري مصنوع من ألواح زجاج، بعضها يقدر يستحمل وزنهم وبعضها التاني هيتكسر ويخلي اللاعب يقع ويموت. اللاعبين بياخدوا أرقام عشوائية عشان يحددوا ترتيبهم في عبور الكوبري، وبعد ما بيشوف لاعبين كتير قدامه بيقعوا ويموتوا، دوكسو بيرفض يتقدم وبيأمر اللاعبين اللي وراه يعدوه ويخاطروا بحياتهم عشان يكشفوا الطريق الصح، وإلا كلهم هيموتوا لما الوقت يخلص. مينيو اللي لسه غضبانة من دوكسو لأنه تخلى عنها بتقرر تضحي بنفسها وتمسك في دوكسو وتخليهم هما الاتنين يقعوا ويموتوا. مع قرب انتهاء الوقت والمتسابقين لسه ما عدوش الكوبري، سانج وو ببرود بيضحي باللاعب اللي قدامه عشان يكشف له اللوح الغلط، وده بيسمح له يعدي الكوبري بأمان هو والناجين الوحيدين من اللعبة حلفائه جي هون وساي بيوك. جي هون دلوقتي بيستوعب ان صديق طفولته سانج وو مستعد يعمل اي حاجة عشان ينجو، حتى لو ده معناه انه يغدر بحلفائه. للأسف المعرفة دي مش بتساعده يمنع سانج وو من قتل ساي بيوك، وده بيخليه هو وجي هون آخر لاعبين فاضلين. اللعبة الأخيرة هي اللعبة اللي المسلسل متسمي على اسمها، لعبة الحبار الكلاسيكية اللي بتتلعب في فناء المدرسة، واللي جي هون وسانج وو بيلعبوها مع بعض. في النهاية جي هون بيهزم سانج وو لكنه مش عايز صاحبه يموت، وبدل كده بيترجاه انهم هما الاتنين يتنازلوا عن الفلوس ويمشوا مع بعض عايشين وبخير. لكن سانج وو بيرفض العرض ده وبيضحي بنفسه عشان يخلي جي هون يكسب الفلوس. جي هون بيرجع بيته وبيلاقي ان والدته ماتت في غيابه. بعد سنة جي هون بيكون راجل غني لكنه مصدوم نفسيا من كل اللي مر بيه، وده بيخليه يرفض يصرف أي حاجة من الفلوس اللي كسبها. بعدها جي هون بتجيله دعوة عشان يقابل إيل نام اللي بشكل صادم طلع عايش بعد الألعاب مع إنه دلوقتي على فراش الموت. وبينما إيل نام بيكشف إنه في الحقيقة هو المؤسس الأصلي للعبة اللي عملها عشان يسلي الناس الأغنياء اللي زهقانين زيه، بيعرض على جي هون رهان جديد مبني على شهامة الإنسان. هل أي شخص معدي في الشارع هيساعد راجل سكران مرمي قبل ما الساعة تدق 12 بالليل؟ جي هون بيقبل الرهان وبيحس بالراحة لما بيشوف إن السكران ده اتقدمت له المساعدة، ولما إيل نام بيشوف خسارته بيستسلم لمرضه وبيموت. بعد ما إيمانه بالإنسانية بيرجع له تاني، جي هون بينقذ أخو ساي بيوك اليتيم وبيسيبه في رعاية والدة سانج وو، وبيديهم هما الاتنين جزء من الفلوس اللي كسبها عشان يعيشوا في أمان. وبينما جي هون بيستعد عشان يزور بنته اللي علاقته بيها مقطوعة على أمل يتصالحوا، بيشوف شخص غريب بيتم تجنيده عشان يلعب النسخة الجديدة من لعبة الحبار. جي هون وقتها بيتخلى عن خططه لزيارة بنته، وبدل كده بيختار إنه يتسلل للعبة الجديدة ويوقف دايرة العنف المفرغة دي. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.